ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت يا العزيز. صباح النور والسرور، صباح الورد وصباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية على أحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة كده جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. لو لسه أول مرة تشوفي قناتي وحبتيني، أتمنى تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس وتحطي لي كومنت يشجعني واللايك اللي بيفرق معايا. عايزة أقول لكم بحبكم كلكم في الله، وحابة أشكر كل اخواتي وحبايبي اللي موجودين معايا واللي دخلوا قناتي جديد. اول حاجه كده نصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاه على الحبيب مسكن وطيب. وتاني حاجه استعينوا بالله كده وصلوا على الرسول في اول يومكم، وان شاء الله باذن الله يومكم هيبتدي ببركه وبنشاط. عايزه اقول لكم اقسم بالله كنت داخله اليوم دوت اللي هو اللي انا بعمل فيه كده وانا ماليش نفس اعمل اي حاجه، صاحيه كده من النوم كسلانه. وبصوا قلت انا مش هعمل حاجه في البيت النهارده، بس قلت لا لازم اقوم كده واتشجع، لان الجو في اسكندريه عندنا ابتدى ان هو يسقع بالليل قوي. فقلت لا اتشجع كده واشجع نفسي واشجعكم معايا، ونبدا بقى بغرفه النوم تنظيف عميق شتوي. هنبدا بقى كده نعمل غرفه النوم، وان شاء الله الفيديو الجاي هينزل معاكم الصالون، وانا عملت معاكم الركنه، وعملت معاكم غرفه الاطفال بتاعت اسر. كده فاضل لي في الشقه المطبخ بس. هو المطبخ انا سايباه اخر حاجه ليه؟ لان المطبخ انا كل يوم ايزي فيه وكده، فهو بس انا هاخد السيراميك من فوق و وهاخد الدواليب بس كده، والبوتاجاز على طول ايجي فيه امسحه برضو هغسله معاكم. وان شاء الله باذن الله التلاجة برضو كده هعملها معاكم. فان شاء الله هعمل كده تنظيفة مطبخ عميقة، عشان برضو تبقى ايه دي تنظيفة الشتاء. فان شاء الله كده ادعولي ان انا يعني اقدر ان انا اعمل معاكم كل ده، لان اليومين دول يونس بجد ماسك فيا ماسكه مش قادره اقول لكم، ما بعرفش اعمل منه حاجه. بعمل حاجه في المطبخ قاعد معايا على الرخامه، في الاوضه قاعد معايا. اللي هو انا مش عارفه ماله اليومين دول، مش عارفه بقى تعبان ولا ده دور تعب داخل عليه عشان الجو ساقع عندنا. يعني نشغل المروحه بالليل، ان نسقع نطفيها نتحر. طب نعمل ايه؟ طيب والله العظيم بجد. فيلا بقى ده كده روتين شغل بقى فاخر من الاخر. فلو انت قاعده ومش قادره تتحركي، اتحداكي تتشجعي معايا كده وتشوفي الفيديو للاخر، وان شاء الله هتشوفي الفرق قد ايه. هتدعي لي كده دعوه حلوه من قلبك في الكومنتات، وما تنسيش تحطي اللايك لو حبيتي الفيديو وحبيتيني، وتشتركي في القناه وتكتبي لي كومنت يشجعني. بصوا انا اول حاجه كده بقى عملتها ان انا شغلت الغساله وشلت الملايه اللي انا كنت فرشاها، يعني اللي هي القديمه اللي كانت على السرير، حطيتها في الغساله. وكان عندي حبه هدوم كده قلت بقى اغسلهم بالمره. طبعا الحمام هيتعمل، انا كل مره بعمل الحمام، يعني انا الحمام بعد كل غسله انا بعمله، بس ساعات بقى اصوره معاكم ساعات لا. فالمهم المره دي بقى انا هاخده كده معايا كده بسرعه كده على الماشي، مش هعمل السيراميك ولا حاجه، لا اول الحوض والتواليت، وهعمل ان شاء الله البانيو. فكنت صاحيه كده النهارده بدري، اخدت كده كوبايه النسكافيه بتاعتي كانوا هما لسه نايمين. حاولت على قد ما اقدر وانا بعمل الاوضه دي ان انا الهيهم في حاجه جوه، او مثلا ان انا اديهم لعب او كده. وقعدت اسر معاه لان كنا صاحيين بدري، وكان اسر عنده درس وانا كنت عايزه انزل الدرس، وانا ان شاء الله كده مخلصه كل حاجتي. استعنت بالله كده وصليت على الرسول، وقلت باذن الله باذن الله انا هدخل الاوضه النهارده كده وهخلصها قبل ما انزل الدرس. فيعني نزلت الدرس وكده ورجعت بقى كملت اللي ورايا كله. فانا كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه اطلع كمان من الدرس واعمل اعمل غدوه بسيطه، مش عايزه اعمل بقى ولا كفته ولا لحمه ولا صدق ولا كده لا، كنت عايزه اعمل غدوه بسيطه. فقلت بقى ايه هعمل كشري وبيض وكده، يعني هتشوفوا معايا في الفيديو. المهم بقى كده اخدت كل حاجه في الاوضه مسحتها، بصوا ملطها كده، لان انا الاوضه بتاعت غرفه النوم عندي على يعني الشباك البلكونه بتاعتها عندي على المنور، فبرضو وعندي على شارع تاني، فبرضو ايه في تراب كتير بيدخلي. يعني انا عايزه اقول لكم انا خلصت الاوضه وطلعت عملت بره، وخلصت بره دخلت لقيت فيه تراب على ال- السراحه، ولقيت على الكومودينات فيه تراب بسيط كده، فمسحته برضو خدته كده وانا ماشيه. ساعات بقى كده يا بنات بمسح بالوايبس، بس بحس ان برضو فيه تراب كده. ساعات ببقى مثلا لو عندي فوطه متهالكه مثلا
كنت مستخدماها مثلا بروح ماسكاها قطعوها كده زي حتت صغيره ومخليه في كل يعني اوضه حته فوطه كده. وبعدين بقى لما اول ما بلاقي تراب بقى كده بجيب الفوطه دي، ببقى عارفه مكانها واجيبها وامسح كده، بتوفر عليا بصراحه. خلصت الاوضه كده بقى معاكم. عايزه اقول لكم انا عايزه افرش فرش الشتاء، بس مش اليومين دول لان الجو لسه حر. آه يعني قلت بقى ايه استنى كده لغايه اخر الشهر يا اما على اول الشهر. وحطيت كده دفايه، بنتغطى بدفايه بالليل، حتى لو مشغلين المروحه لازم نتغطى لان الجو بيسقع. نزلنا بقى الدرس، خلصت الغسيل وكده ونشرت كده على السريع ونزلنا الدرس بقى. واول ما جيت من الدرس كان الحمام بقى عايز يتعمل واظبطه كده. خدت بقى الحوض في سكتي وخدت بقى التواليت واخدت البانيو كده شطفته، يعني غسلته كده غسله سريعه وشطفته. والارض بقى عملتها. عايزه اقول لكم دايما خلي ايديكم في الحمام، لان الحمام ده بالذات مرايه البيت هو والمطبخ والبيت كله عامه لازم يبقى نظيف. لو انت مش قادره النهارده ومش قادره تعملي حاجه متضغطيش نفسك، ومش عايزاكي تضغطي نفسك، لسه بدري. في ناس ما بداتش تنظيفات الشتاء والله، على جروبات على الفيس كانوا بيسالوا يعني البنات مين بدا تنظيفات الشتاء، كتير قوي قالوا ان احنا لسه ما بدأناش تنظيفات الشتاء، لسه الجو حر. فانا مش عايزاكي تضغطي نفسك، معاكي وقت وقومي كده. انا عارفه ان المدارس برضو ضغطه الناس وفي يعني امهات كتير، ربنا يا رب يكون في عونهم ويقويهم ويساعدهم على اللي هم فيه، مضغوطين ومسحولين من الدروس ومن الطلوع ومن النزول وكده. فيا رب كده يكون في عونكم. والله انا مش في مدرسه وبنزل مثلا 3 ايام في الاسبوع اودي اسر درس وارجع، بحس ان اليوم ضايع بالنسبه لي، ما بالكم بقى انتوا في مدارس وكده. وربنا يعني يعينكم بجد، وبتطلعوا تعملوا اكل وشرب. طبعا محدش فينا بيبقى فايق طول اليوم، كلنا بنعدي بايام كسل. بس والله اول ما بتبتدي كده بحركه وبتبتدي كده، يعني ان انت هتبتدي تعملي حاجه في البيت، بتحسي براحه نفسيه. حتى لو ابتديتي بحاجه بسيطه زي كوبايه مثلا شاي مثلا وانت واقفه بتغسلي المواعين بتسمعي قصه. عارفين انا والله ساعات لما ما ببقاش بصور يعني بجيب اللي هي القصص اللي على النت ديت بقعد اسمعها. هاتي مسلسل انت بتحبيه مثلا على التليفون وتفرجي عليه وانت بتغسلي المواعين بتعملي الاكل بس بعيد شويه عن ايدك وكده. وانت بتروقي برضو البيت شغلي كده القرآن على التلفزيون في الأوضة اللي فيها يعني التلفزيون، هتلاقي نفسك خلصتي. والله هوني كده على نفسك الدنيا، هتلاقي الدنيا والله بصوا سهلة وبسيطة. هنا بقى كنت خلصت الحمام وكنت زي ما قلت لكم قلت اعمل كده الاكل. عملت كده سلقت بيض وقليت بطاطس وعملت كشري، وكان عندي رز بالخضار قبليها. كنت عامله رز بالخضار. وهنا عملت سلطه الدقوس ديت جنب الرز بالخضار اللي قاسر. عملت سلطه بصل جنب الكشري. وبس فضل ونعمه من عند ربنا. وحطيت الاكل كده اللي كان باقي من امبارح والاكل اللي انا عملته. كل حاجه يا بنات بتنفع، مترميش حاجه. اي اكل باقي منك بتحطيه في علبه في التلاجة في الفريزر، او عندك دي فريزر بتحطيه وبينفع ليوم تاني. بقى لمي بواقي الاكل اللي كانت باقيه، يعني انا اتبقى كشري ورحت حاطاه في علبه ورحت سايباه. ساعات بابانا بيبقى في الشغل وانا ببقى قايمه من النوم مش قادره اعمل حاجه، عايزه اروق البيت وما اعملش اكل، بروح بقى مطلعه باقي الاكل في التلاجة انا والولاد. ماما دايما تقولي لمي النعمه تلمك، فاحنا بنلم النعمه على قد ما بنقدر، لان الزمن اللي احنا فيه ده مفيش حاجه بتترمى فيه خالص. لو انت حاسه انك مثلا مش هتاكلي الاكل ده تاني، او مش يعني اولادك مش هياكلوه كده، ولو شلتيه في التلاجة هيفضل في التلاجة مش تاكليه، فالاحسن انك تعبيه كده في علب فويل او مثلا في اطباق فل او كده وتعمليه زي وجبات. ولو انت عارفه حد محتاج تروحي تديهم له على طول. طبعا بتاخدي ثواب اولا، وهي دي مش فضلات اكل ولا حاجه، واكلك بقى وانت كنت هتاكليه بس مش هتاكليه فتديه لحد محتاج مش لاقي ان هو يجيب اكل او كده. فانا برضو بقول لكم الفكره دي. فعايزه اقول لكم بقى كده لو قمتي معايا في الفيديو ده عملتي حاجه في الشقه، اكتبي لي في الكومنتات ان انتي اتشجعتي، واكتبوا لي فل شمعه منوره على الغرفه. عايزه اقول لكم انا عندي مفارش شتوي حلوه قوي وان شاء الله هفرشها معاكم. وانا مش بطلع حاجتي كلها مره واحده، يعني انا ممكن اطلع حاجه حاجتين، لان انا مش بحب اهلك حاجتي. لان الحاجه لما بتتهلك كلها مره واحده ما دلوقتي الحاجه غاليه. اقل مفرش شتوي عشان تنزلي تجيبيه دلوقتي هتلاقيه معدي ال2000 وال3 وال1000 والحاجات دي. فانا مش بهلك حاجتي كلها مره واحده، ممكن يعني اطلع حاجه حاجتين. مثلا لو في مثلا ملايه مثلا وعليها دفايه كده، فاهمين؟ بس
فاحنا كل يوم طبعا بنجري ورا التنظيف والاكل والولاد وبننسى نفسنا خالص، صح؟ لا، لو تعبانه بقى عايزاكي تريحي نفسك خالص. لو محتاجه تهتمي بنفسك شويه اعملي كده من غير تأنيب ضمير. مش غلط انك تقعدي تشربي كوبايه قهوه على هدوء او تسمعي قرآن، اياه بتبقى احلى لحظه. حتى بتتفرجي على حاجه انت بتحبيها، لانك يعني لو تعبتي مش هتعرفي تكملي ولا هتهتمي بحد ولا بعيالك ولا ببيتك ولا بيكي. يعني بجد خدي بالك من نفسك واعملي، يعني اعملي كل حاجة بحب مش بضغط عليكي. يعني كل حاجة انتي لو عملتيها بحب والله يا جماعة هتعدي سهلة، ومفيش حاجة مستاهلة في الدنيا دي. احنا بس لو يعني احنا بس لو ندي لنفسنا راحة، لكن احنا اهم حاجة البيت والاولاد ونعمل اكل ونعمل شرب وننزل نروح الدروس ونرجع نذاكر وسحلين نفسنا. لكن والله يعني ادي لنفسك راحة حتى 10 دقايق، مش هقولك بقى يوم كامل، لا 10 دقايق. عايزه اقولكم انا حاسه ان انا داخل عليا دور برد جامد قوي. انا كل سنه كده، حتى وانا حامل السنه اللي فاتت جالي دور دوت. انا بيجيلي كده دور برد برعشه، بسخونيه، بكحه، يعني بيبقى دور ما يعلم بيه الا ربنا. فانا اليومين دول بقاوح مع نفسي وحاسه ان الدور ده جايلي. فحتى يعني بابانا قال لي انت الدور، شكل الدور اللي هو بيجيلك ده هيجيلك. فانا عماله اقاوح في نفسي واخد بنادول، عشان البنادول هو اكتر حاجه امن ليا. وكمان الدكتور كاتب لي فيتامين سي باخده كده قراص، بدوبه في ميه وبشربه. فبرضو حاسه ان انا تعبانه وحاسه ان انا محتاجه اخد راحه شويه في البيت. حاسه ان جسمي كله مدغدغ ومكسر، بس انا بقاوح واقوم اعمل اكل الاولاد، بغسل وبنضف وبعمل كل حاجه. فانا مش عايزاكم تيجوا على نفسكم كده. آه يعني بصوا كل حاجة واحدة واحدة. انا النهاردة كده ما غسلتش الرخامات معاكم بصراحة، انا استكفيت بس كده ان انا مسحت الرخامات والبوتاجاز. انا عارفة ان انا عايزة انا عارفة وحاسة ان البوتاجاز عايز يتغسل، بس انا كل مرة بغسله معاكم. بس المرة دي ما كنتش فعلا قادرة اقف ان انا اغسله، ونزلت وطلعت وعملت اكل وغسلت، كان اليوم مليان ومشحون بالنسبة لي. فقلت خلاص بقى انا ايه همسح كده، هستكفي ان انا امسح البوتاجاز وامسح الرخامة معاكم، واغسل كده الفوط بتاعه المطبخ، وكده المطبخ برضو يكون يجيف. اخدت المطبخ كمان كنسه بعد ما قفلت معاكم بسرعه كده، وخدت بقى شاور وقلت خلاص بقى انا كده مش قادره، عايزه بقى اقعد كده مع نفسي استرخى كده. والله يا جماعه انا لو يعني ما بخلص كده المطبخ وبطلع في بقى فقره تانية، فقره المذاكره، فقره ان انا بعمل عشاء، فقره ان انا بعمل حاجات كتير في البيت. فانا عايزاكي ما تجيش على نفسك، هي برضو ليكي حق على نفسك. انتي ليكي حق على نفسك واحنا يعني نفسنا دي امانة علينا. عايزه اقول لكم انا كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويكون كلامي النهارده عجبكم واستفدتوا معايا ولو بحاجه بسيطه. ما تنسوش تحطوا لاختكم لو حبيتوها اللايك والكومنت اللي بيشجعها. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.